عضو مجلس إدارة الهلال والمتحدث الرسمي عبد الكريم الجاسر. يا هلا مرحبا فيك ابو يزيد. ممكن احنا نتحدث عن الهلال، في نقص في الهلال، لكن هذه المباراة انقاذ لهاسك، على اعتبار انه هو تحدث ايضا في المؤتمر الصحفي. الله يحييك. الحقيقة اولا احنا سعيدين بوجود الغرافة معنا وبين اهلهم وربعهم، علاقة كبيرة بين الناديين وان شاء الله نتمنى انها تستمر. المباراة بالتأكيد انها مباراة صعبة ومباراة يعني مفصلية، لأن الهلال قدم مباراة كبيرة في إيران، واعتقد انه اذا لم يوفق الفريق لا سمح الله في تحقيق الفوز في مباراة اليوم لن يكون هناك اي معنى للفوز والانتصار الكبير يتحقق في طهران، وهذا الشيء اللي يدرك اللاعبون جيدا، يسعون لتحقيق الفوز. يمكن الظروف للفريقين، يعني في الهلال في غيابات، في الغرابة في غيابات، قد يكون لها تأثير خارج الملعب، لكن داخل الملعب اعتقد انه في 11 لاعب ضد 11 لاعب، واذا في اي تهاون او تراخي قد يكون يعني تاثيره سلبي. الغرافه بالتاكيد انه سيكون عامل يعني دافع، يعني دائما كما تعودنا ان النقص يولد القوه، سيكون في يعني محاربه كبيره لتحقيق الفوز وتقديم اكبر اداء، وهذا شيء متوقع. لكن ان شاء الله نتمنى الفريقين يوفقون، وان شاء الله انه يقدموا مباراه كبيره، وباذن الله يعني يكون الانتصار للهلال باذن الله، وهو ايضا انتصار الغرافه. انا راح اقول لك شغله، الهلال متعودين ان يخرج ببطولات في هذا الموسم، ولكن للاسف هذا الموسم لا يحقق شيء. هل تعتبر هذه المباراه انقاذ موقف او موسم بالنسبه للهلال؟ والله بالتاكيد انه يعني التاهل دور ال16 يعني اعتقد انه امر مهم جدا جدا، واهم من كل البطولات اللي في الموسم بالنسبه للهلال. الهلال هذا العام يعني الفرق يعني في عندما تبدل جلدها او تشبب الفريق او تغير الفريق تبتعد سنوات طويله عن البطولات. الهلال هذا الموسم غير يمكن 5-6 لاعبين، كسب مواهب كبيره، يعني لاعب مثل سلمان الفرج، لاعب مثل سلطان البيشي، لاعب مثل سالم الدوسري، مثل محمد القرني، مواهب الحقيقه تخدم الفريق سنوات طويله، قدموا هذا السنه ومع ذلك حقق بطوله ونافس على الدوري الى اخر لحظه، وهذا الان يعني في دور ال16 باذن الله انه حيكون موجود. يعني بالنسبه لنا اعتقد ان هذا امر مرضي وشيء متوقع من بدايه الموسم، تم الحقيقه التصريح فيه والتاكيد على انه في تغيير طريقه اللعب، تغيير اللاعبين الاجانب، تغيير لعناصر الفريق، الاجهزه الفنيه، فشيء متوقع. الشيء اللي نتمناه ان شاء الله تكتمل الامور بالتاهل لدور الثمانيه ان شاء الله، هذا الشيء اللي يعني سيكون يعني ختام مسك باذن الله. يعطيكم الف اهلا وسهلا، موفق.